السلام عليكم، ازيكم اصدقائي اصدقاء قناه الناس في البلاد الامريكان. اهلا وسهلا بيكم. الناس اللي جايه امريكا الف مبروك، تعالوا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين برضه، دي مناسبه سعيده يعني. وان شاء الله تكون سعيده والفكره كلها تنجح والمشروع بتاعكم ينجح. الناس اللي جايه سياحه او اللي جايه كسبت في اللوتري في الهجره الف مبروك. في ناس كتير تواصلت معايا وقالت لي ان هم يعني في ناس جت هنا بالفعل. فانا بس الكل اللي بيجي هنا انا بحط الايميل بتاعي في الكومنت اللي بتتحط ومثبت على الصفحه نفسها. فاي حد جاي جماعه هو رقم التليفون بتاعي هو نفسه الشخصي، هو بتاع البيزنس، لان التليفون المحمول هنا في البلد دي خصوصا اي حد بيشتغل في السيلز او في الماركتنج والحاجات دي كلها، بيكون تليفونك هو مكتبك هو بيتك، هو ده اللي بيعمل لك يقفل لك كل الديل بتاعتك. انت بتقابل الناس مش شرط في المكتب يا جماعه، احنا في باعات بتاعت بيت بتتعمل، انت ممكن ما تقابلش الناس ان بيرسون، كلها بالايميلز كلها بالمسجز على التليفون، وممكن بتروح تقابلهم في ستاربكس كوفي مثلا في مانهاتن في اي مكان جست ومعاك شنطتك دي بقى كانها المكتب بتاعك فيها كل الفورمز كل الاوراق كل انواع كل حاجه تتخيلها يعني. يا جماعه دي رقم التليفون طبعا انا بحطه على لما حد بيبعت لي الايميل او يقول لي ان هو هنا في اوريدي في امريكا وفي نيويورك. اهلا وسهلا، مش عايزه اقول لكم فرحانه جدا جدا جدا، وعندي استعداد اساعد اي حد. في حد وصل معايا قريب بس كان اول امبارح حطيت رقم التليفون بتاعي في الايميل، فاي حد بليز يبعت لي ايميل اللي مثبت بتاع ايمان فور ريلتي @hotmail. ودايما اي حد بيبعت لي كومنت هكتب له ايميل تاني اهو يا جماعه، ايمان فور ريلتي. كلمه ريلتي يا جماعه مش كلمه رياليتي، يعني بقى الفكره ان ده بقى ايه الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهارده. هصلح شويه حاجات، هوفر عليك انك تعمل اخطاء والناس تصلح لك الحاجات المشهوره بتاعتنا ايه، لان كل جنسيه او كل بلد ليها اسمها ايه، ليها اكسنت وليها اخطاء بتعملها في اللغه بتاعتها. يعني مثلا المصريين احنا معروفين بان احنا البي بننطقها بي، وانا بركزت عليها عملت كذا فيديو، فما حدش يقعد يهرج ويهزر ويعني ايه بقى ما تحبكهاش كل ما يجي لك تعرف انه خايب ما بيعرفش يتكلم انجليزي. يعني اذا اللي بيعرف يتكلم انجليزي بيساعد الناس، هيبقى عايز الناس كلها تبقى كويسه وتبقى احسن، لان هي مش معضله، يعني احنا مش مشلولين او عندنا اعاقه تخلينا ما تنفعش. مثلا زي الاجانب ما يعرفش ينطق حرف الخاء، واقف على راسه ومشي على ايديه على ايديه على رجليه طبعا هيمشي مش عارف ينطق الخاء، مش عارف ينطق العين، مش عارف ينطق الحاء. لكن احنا الفاولز، احنا لغتنا الجميله وننطق كل الفاولز، نعرف ننطق اي حاجه، ننطق الفي. على فكره الايرانيين ما يعرفوش ينطقوا الفي، يعني في ناس كتير عندها مشاكل، احنا ما عندناش اي مشكله، احنا قرود مسلسلين نعرف نعمل اي حاجه في الدنيا. وانا عايزاكم تتبنوا هذه المينتاليتي اللي عقليه، يعني ان احنا بعون الله يعني ناكل الزلط ونفرتك مش عارف الايه. ماشي طيب، يبقى احنا الاخطاء بتاعتنا المشهوره بتاعتنا منها ان احنا بننطق اسامي غلط، حرف البي زي ما قلت بننطقها بي وده غلط وده ما يصحش لانه مش قصه. يعني زي ما قلت لكم لما نقول بارك يعني برك العربيه، او البارك اللي هي الحديقه، لما تقول بارك يعني هاو، فبليز بلاش نعمل كده. لما تقول اي ثينك مثلا، ثينك بالته تي اتش ث، يعني الث دي عندنا في اللغه العربيه. لما تقول سينك يعني حوض، انا سعادتك انا حوض، تخيل منظرك بعمل ازاي، ما تضحكش ما تزعلش بقى لسه تقعد تضحك يعني. تاني برضو عندنا مثلا زي ايه في الكلمات المشهوره زي ما كنا بيتنطق غلط قدامنا في الافلام في المسلسلات. جون، مفيش اسمه جون، هتقول لحد جون هيقول لك اكسكيوز مي، بتقول ايه، بتتكلم على ايه، اسمه جون، جون اللي هو جون او جوني، فكانت الافلام بتاعت العسكري جوني البريطاني اسمه جون. كلمة جاكسون، طب كنا بنقول مايكل جاكسون، ما اسموش جاكسون، ما فيش جاكسون هنا خالص، ما جاكسون هتلاقي الاو مكسورة، مش هتقول جاكسين، لا جاكسون، مايكل جاكسون شفتوا عامل زي مكسورة كده جاكسون. في حاجة تانية مهمة جدا، وحتى الناس اللي عايشين عليهم على اليوتيوب بتقول الغلط ده، يعني حاجة بجد شيم، عيب جدا. الناس اللي ساكنة في ولاية مثلا طبعا فيرجينيا، ولايه فيرجينيا بتنطق كده صح، هي فيرجينيا جميله الجميلات اسمها فيرجينيا. لكن جورجيا المصريين كلهم بيقولوا جورجيا، هو ما فيش جورجيا خالص، دي ولايه مش موجوده خالص. هتقولوا اي حد مش هيفهم لازم هيصلحها لك لانه خطا واضح جدا، اسمها جورجيا ما فيش جورجيا زي فيرجينيا، ما فيش جورجيا، اسمها جورجيا ولايه جورجيا. حلو كده. برضه لما كنا بنقول الفراخ اللي هي كنا بنقول كنتاكي، كنت عايزه اكل كنتاكي، فاكرين اسمها دي احلى كده، هاتولي كنتاكي مفيش حاجه اسمها كنتاكي، الولايه اسمها كنتاكي باليو، ما فيهاش حتى ايه ولا ايه ولا، عشان جابوا كنتاكي يعني حتى كنتاكي فرايد تشيكن كنتاكي، والولايه اسمها كنتاكي. كنتاكي او
كنتاكي فرايد تشيكن. او ده بقى لما عملوا القضيه ولقوا مش عارف ايه، مش عايزه اعرفكم يعني، فغيروا اسم الشركه اللي حصل عليها طبعا مخالفات كتيره جدا، بقت KFC بدل كنتاكي فرايد تشيكن، بقت KFC which stands for Kentucky Fried Chicken. so KFC. من الاسماء التانية برضو عايزين نقول ايه، زي في فيديو فات قبل كده قلت برضو حاجه اسمها شيكاغو. شيكاغو جايه من اللي هم الشوام او اللبنانيين اللي بينطقوا الجيم غين، فكانوا بيقولوا غرام، فاكرين 400 غرام، عشان جابوا منين الغرام دي. فعشان كده راحوا لما جم هنا، لان هو المهاجرين اقدم جاليات، في منها الجيل هتلاقي الثالث والرابع والخامس، يعني واحده زي كده تبقى مولوده هنا، انتوا متخيلين؟ او مامتها، مامتي مثلا تكون مولوده هنا، انتوا متخيلين؟ احنا يا عيني علينا يعني، لسه الجيل الجديد في اولادنا اللي هم بداوا ايه يبقوا خلصوا جامعه بيتجوزوا، يعني ده اول جيل من المصريين، يعني يعتبر ايه الجيل الاول، لان زي ما قلت لكم فهمت برضه فيديو قبل كده، اللي بيسافر هنا مش ده الجيل الاول، مش احنا الجيل الاول، اللي بيتولد هنا هيبقى الجيل الاول، بعد كده الجيل الثاني والثالث. فشيكاغو ما اسمهاش شيكاغو خالص، قلت كده شيكاغو محدش هيفهمك خالص. وبعدين على فكره عايزه برضه افكركم بحاجه مهمه جدا 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 جدا. الامريكان ما عندهمش العقليه اللي هي الحركه بتاعتنا الفهلويه اللي بتفهمها وهي طايره كده، لما حد يقول لك حاجه مش فاهمها او انت مش فاهمها، او مين انت تقول لحد حاجه، المفروض لو حد ما فهمش من اول مره، ما انت لو كررتها تاني بنفس الطريقه وهو برده مش هيفهم، يعني فاهم؟ حاول تفهم الكلام ده، لا يقول لك تاني بنفس الطريقه، والله العظيم حتى قلت له مش فاهم يقول لك تالت بنفس الطريقه، رابع بنفس الطريقه، يعني البعد مش عارفه انا ايه ده بصراحه. الحاجه دي لاحظتها جدا، يعني حاجه تغيظ قوي. طب انت يعني انا مثلا اروح مثلا حد من زمايلي الزبون بيقول حاجه ده مش فاهم، يروح له تاني، طب معلش بعد اذنك انت على جنب كده، استخدم البادي لانجوج، اغير الكلمه، يعني مثلا ايه يقول عايز مثلا سعر احسن better price او whatever، يقول له ايه unfortunately like if you're interested in the price I can probably get you an better deal if are you considering what the hell just يعني كل يقعد بقى يقول الكلام ده كله، الراجل يعني مش فاهم حاجه. اقول له بصراحه كده يعني انا استخدم لغه بروكن انجلش حتى، او استخدم حتى البادي لانجوج، اقول له ايه مثلا 50,000 too much how much، واقعد بقى كانك تعمل بيبي سيتنج للزبون، مفيش مشكله عادي وات ايفر، انا خدام اكل عيش يا جماعه، يعني هيقولوا لي مش عارف ايه، هفهم الناس maybe 45 good 45 good، بتعمل بهلوان، تعمل قرد يعني، عشان هم اللي قدامي هو ما عندوش المنتاليتي خالص، هو لا هيتعب ولا هيغير الكلمات ولا هيعمل قرد ولا هيحاول يفهمك ولا هيلقطها ولا الحاجات دي خالص. فعشان كده انت ايه، ساعد نفسك بنفسك، لان هنا الناس مش بتساعد. هو ممكن يكون عنده ناس، انا مش عارفه، مفيش حد عبيط في الزمن ده، في ناس ممكن بتستعبط يعني، فهو مش هيعمل مجهود جامد قوي معاك، فاهمني ازاي؟ anyway نرجع كنا بنقول ايه، فعشان كده ايه الكلمات دي حاول انت من نفسك تبقى جاهز بيها، الاسامي، الولايات، الارقام، طبعا ما فيش بقى زي اللي ما كانت نبيله عبيد كانت بتقول $3,000، كنت المفروض طالعه دكتوره وجايه من امريكا، دكتوره نور، العامه نور، يعني مش عارفه انا يعني مخرجين السيناريو، المخرجين وكتاب السيناريو عندنا رايحين في 600 داهيه. طبعا العامه نور اللي جايه المفروض دكتوره وبتدرس في امريكا، ما اعرفش ازاي يعني بتقول $3,000 اسمه 1000، حتى لو انت بروفيشنال انجلش يعني فورمال اللي هي التي اتش 1000، طبعا ما فيش 1000 خالص، بس طبعا اللغه الدارجه احنا بنتكلم بنقول ايه $1,000 سو $3,000 ده الايه اللي هو المشهور. طبعا ايه في كلمات كتير وحاجات كتير، يعني لو عايزين بس تكتبوا لي بليز، يعني لو عايزين اي حاجه معينه نتكلم فيها. طبعا انا بعمل دلوقتي الشورتس اللي هي الايه الحاجات بتاعت تعليم اللغه الانجليزيه على قد ما اقدر، ملحوظات، حاولوا تعمل مجهود في كل حاجه. انا نزلت كذا شورت كده يا جماعه، لو حد يدخل يقلب في الشورتس بتاعتي، انك ممكن من كلمات الاغاني اللي هي بتنزل الليركس ترجمها بالعربي، ده هيساعدك جدا ان انت تتعلم انجليزي. الليركس بالعربي، ممكن من الافلام زي ما قلنا، بس الاغاني بتعلم حلو جدا، على حتى هتفهم النطق السريع. اوكي، اللي عنده اسئله بليز يكتبها لي، وما تنساش تاني دعم القناه، اشترك في القناه، فعل الجرس، كل الزراير دي، يعني كده هيبقى شيء كويس جدا. وانا بحاول على قد ما اقدر انزل فيديوهات، لسه مواضيع كتير طبعا عايزه اتكلم فيها. ابدا من حيث الدعاء الاخرون، هتوفر وقت، توفر مجهود، وتوفر فلوس، نهاركم سعيد.